والسلام عليكم مرة تانية في مطبخي، مطبخ فتافيت فادية. نبي نحكي معكم بالعامية شوية عشان بعض الناس تاخذ. وبالنسبة للمقادير دايما تلاقوها في صندوق الوصف لوطة مكتوبة وبالتفاصيل. هنا عندي المعمول، هنديروا معمول الزبدة. معمول الزبدة مش مكلف واجد كيف المعمول السمن والحاجة الأخرى، يعني تكلفته تجي أقل من تكلفة السمن، وهو طعمته روعة 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 روعة. ونجو توا على المقادير، والمقادير سهلة جدا جدا. طبعا متفقين دايما ان الدقيق ما لهش معيار حسب العجن، بس هنا انا معيرت الدقيق تقريبا 4 كوبايات ونص، قالب زبدة بحارة الغرفة، 4 كوباية زيت وممكن الاستغناء عنها، وكوباية إلا ربع مية بس ما نحطش فيها كلها مية زهر، وعلى راسه كشيك خميرة وكشيك صغير ممسوح بيكنج باودر. هنا هنعيّركم الكبابي. أنا طبعًا ديما نقولكم ما نعيّركمش كبابي بس لإن نبدو بالدقيق، ما نبوش نبدو بالخلطة. فهنا عيّرت لكم، هنا حطيت تقريبًا بين 4 كبابي، 4 كبابي ونص دقيق. عيّرت عشان هنخلطوا الدقيق مع الزبدة، فضروري نعيروهن. حطيت 4 كبابي ونص تقريبًا دقيق، تقريبًا كيلو ناقص شوية، كيلو دقيق ناقص شوية. هنحطوا الزبدة ونحطوا البيكنج باودر والخميرة، وهنحطوا الزيت. طبعا الزيت قلت لكم ممكن تستغنوا عنه وممكن تحطوه. أنا يعني مش اللي ما يحبش يرغب الزيت ما يحطش الزيت. وهنستعمل الآلة هذه، العيلة هذه تخلي في الزبدة والحاجات تفرق فرق يعني، مش يعني كأنك انت فارقتين على يدك. هنا عجنت بيه الآلة هذه نين تمت معجون. هنا نحط المية. المية طبعا ما حطيتش الكوباية إلا ربع، حطيت نص كوباية نبيه ناعم. الكلمة تبيه ناعم كلمة تقلي المية، تبيه ماسك زيدي المية، لأنك طول ما هتحطي له مية هيشرب. في الأول هتحطيه رطب بكل بكل وانتي تعجني، تقولي لا خلاص هني، بعد شوية تلاقيها شربت المية. ريتو أنا نقطع تقطيع بيدي. فالمية ديما أنا نحط بين النص كوباية ربع كوباية لما نكون نبيه ناعم. نبيه مش ناعم نحط الكوباية إلا ربع مية، لأن الزبدة ما تنسوش الزبدة فيها حليب وحتى هي فيها مية، فما تكثروش المية. إذا تبوا حاجة ناعمة ما تكثروش مية. هنا العجينة تمت معي كأنها رطبة أكثر من اللازم، لكن لا، سيبيها شوية بعد ما تعجنيها، خليها تريح ربع ساعة وأبدي فيها تشكيل، هتلاقيها شاربة ميتها عادي. هنا كان مطلوب مني إن الحشوة تكون حلقوم. طبعا ممكن تديريها تمر معجون بالزبدة والقرفة والحشوة، وممكن تديريها حلقوم. هنا الطلب كان حلقوم، فأنا معجنة حلقوم بالمكسرات. هنا نفس ما نعجنها في من قبل، راجعوا في الفيديوهات اللي قبل تلاقوني نفس الوصفة دايرتها في غريبة الحلقوم، بس نفس القصة بتاعت الحلقوم. يعني سخنيه وحطي سمن وحطي مكسرات. وهنا هنشكل. طبعا أنا نحب، في ناس تنقش على يدها، في ناس تدير في الطابعة، في ناس تدير في أشكال واجدة. أنا هنا ندير في طابعة الخشب أو اللوحة دي، ندير فيها. طبعا ناس واجدة تدير بيها وتكتفي بيها بس وخلاص، بس أنا بصراحة ندير بيها بس ما نكتفيش بيها. نحب نزيد نمشي على الخطوط بتاعت المعمول، نمشي عليهم بالمنقاش. لما تمشي عليهم بالمنقاش يبرزن أكثر ويقعد شكلهن أحلى أكثر. في منها مدور، في منها طويل، في منها مربع، في منها مثلث، فعادي يعني أي شكل يعجبك، أو ممكن تشكلي بالتشكيلة اللي انتي تحبيها. طبعا لما نبدأ نشكل نسخن الكوشة على حرارة 170 180. المهم جدا جدا في المعمول، واللي تشكوا منه كلكم انتو، ان المعمول جوا الحلقوم ينشف او التمر ينشف. أنا أوريكم في طريقة التنقيش، تابعوا معايا وأنا نحكي عن النقاط المهمة في المعمول. التمر ينشف والمعمول ينشف لأن حرارة الكوشة تكون ضعيفة. لما حرارة الكوشة تكون ضعيفة فالجو يتمصص التمر والحلقوم يتمصص وييبس. ديما حرارة الكوشة، إذا أنت تعرفي 180 أو 170 بتاعتك حرارتها مش عالية، ديما خلي كوشتك عالية. تحمريه من تحت، من تحت وبعدين تحمريه من فوق، أو تحمريه مع بعض كانت تقدري في نفس اللحظة. لكن اللي ما تعرفش أو مبتدئة تحمر من تحت بعدين تحمر من فوق. بس أهم حاجة يكون لونه أشقر وليس أحمر.
لإن كل ما تحمري كل ما تيبس التمرة أو الحلقوم جوا، ولما تجي تشديه كأنك تشدي في حيطة وكلهم يشكوا من النقطة هذه. وبالنسبة للتخزين، التخزين نفضل إني خزنة بدون سكر، ومن وما نرشش عليه السكر، هيك هنخشها توا في الكوشة الحرارة 180 190. لازم حرارة كوشتك تكون لا هي عالية ولا هي واطية. ليش النبو لونه يكون أشقر وليس أحمر كيف ما انتم شايفينه في الصورة هذي. ووقت التقديم نرش بالغربال، غربال صغير أو كبير سكر عشان المنظر يقعد حلو في في التقديم. وممكن لما تخزنيه بدون سكر وبس السكر ترشيه وقت التقديم. وبالصحة، وإن شاء الله نكون أفدتكم وأعطيتكم طريقة سهلة.